مدينة المدينة المدينة، أم ولده وولده، وأنا ابنة المأمون. أبتاه، أتدري ما فعل بأبو جعفر؟ شتمني وشتمك وشتم العباس وكل بني العباس. تشتمني وتشتم العباس وبني العباس. ماذا فعلت يا مولاي؟ ما بالك ترتجف كمن ارتكب جرما؟ لست أنا يا مولاي، بل أنت يا مولاي. أنا ماذا؟ يا مولاي، الليلة الماضية قتلت ابن الرضا. جاءتك أم الفضل تشكوه، فأخذت خنجرك وقتلته. اذهب إليه وانظر حاله بسرعة. مولاي، ما وراءك يا ياسر؟ لا أدري ما أقول. لو تعطيني قميصك يا مولاي. هكذا كان العهد بيني وبينه يا ياسر. يهجم علي، أما علم أن هناك ناصرا وحاجزا يمنعني منه؟ ورب البيت، ما كان يعقل من أمره شيئا. من السكر. أنتم ما لاحظتوا ليش يقول له أعطيني قميصك يا مولاي؟ لأن أمس دتشات، 3 دتشات 4 دتشات بالخنجر ما صار بيه شيء. معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، نفس المعجزة اللي صارت ويا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي هو القميص حماه من النار. وهذا القميص نفسه صار عند النبي يعقوب، والنبي يوسف رداه للنبي يعقوب على مود يرجع بصره. فنفس هاي المعجزات جاية تتكرر ويا أهل البيت، لأن هم يتوارثون كل المعجزات. نسيت ما قلت لكم، الإمام الجواد سطر المأمون. تتهجم على الإمام وما يسطرك. إني ميت لا محالة. وصيتي لك، ناشدتك الله، الرفق بآل بيتي، ناشدتك الله. أنا الخليفة محمد بن هارون بن المهدي بن المنصور أبو إسحاق المعتصم. أنا الخليفة المحارب. عث ورائي وها قد أتيت. اجلس. أردت أن آنس بك وأجدد بك عهدا، وأقضي حقك وحق ابنة أخي أم الفضل. أين نزلتم يا ابن العم؟
لي دار في بغداد قرب قنطرة البردان، نزلت بها. بل ستنزلون في أحد قصوري. إنها داري ولن أبرحها. وأم الفضل؟ تكون حيث أكون. ما هذا؟ هذا رجل اعترف على نفسه بالسرقة يا مولاي. القطع، أليس كذلك يا ابن أبي دواد؟ بلى هو ذاك، لابد من تطهيره بالقطع. أقر بالسرقة فالجزاء القطع، إنها الشريعة الغراء. ومن أين تقطع يد السارق؟ تقطع يده من الكرسوع. ما الحجة في ذلك؟ لأن اليد هي الأصابع والكف، لقوله تعالى في التيمم: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أنا أعتقد يا مولاي أن حد القطع من المرفق. وما حجتك في ذلك؟ كتاب الله قال تعالى في كتابه العزيز: وأيديكم إلى المرافق. فأعتقد بأن حد اليد من المرفق. ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قد تكلم القوم فيه. دعني مما تكلموا. اعفني منه. أقسمت بالله عليك أن تخبرني بما عندك. أما إذا أقسمت علي بالله فإني أقول إنهم أخطأوا فيه، فإن القطع يجب أن يكون من أصول الأصابع فيترك الكف. ما الحجة؟ السجود على 7 مواضع ومنها الكفان، فإن قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقى له يد يسجد عليها. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اقطعوا من أصول الأصابع كما قال أبو جعفر جزاه الله خيرا. ويحي من قاضي قضاة لا يعرف الحد في قطع يد سارق. أي جاهل أنا. وصل مولاي إلى بغداد، فأغرى به القاضي أحمد بن أبي دواد مدبر دولة المعتصم. سمته زوجته أم الفضل في عنب مسموم، فقال لها: ضربك الله بعقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر. فدفن في روضة جده الإمام الكاظم عليه السلام، وله من العمر 25 عام. فقام من بعده وصيه ولده علي بن محمد الهادي عليهما السلام، فكان معجزة الله في أرضه عليه سلام الله يوم ولد.